خلينا نمسي على كابتننا الكبير نجم مصر ورمز الزمالك الكبير كابتن فاروق جعفر. مساء الخير كابتن فاروق. مساء الخير يا ابو حميد. ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ حبيبي ربنا يخليك كله تمام. هل تتفق معايا انه التأهل كان في ايد الزمالك وانه كان من السهل ان الزمالك يصعد وانه اخطاء فنيه بسيطه هي اللي اقصت الزمالك من دور المجموعات؟ انت تعرف طبعا انا عايز بس اتكلم في نقطه مهمه. اتفضل. تعرف ان الزمالك بعد ما جاب الهدف كان ممكن جاب الهدف الثاني طبعا خلصت. انت اللي وصلت الفرقه ان انت طلقت المهاجم بتاعك. ادي اول حاجه عملتها، طلقت المهاجم بتاعك. انت اديت اشاره للفرقه دي ان احنا هندافع. صح. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه التغييرات اللي حصلت بقى. انت الهدف التعادل ده جه فيك امتى؟ دقيقه 87 بعد التغييرات. نعم. بعد التغييرات اللي انت عملتها. صحيح. طب ده انا ما اجي ابقى عايز اغير في حته، عايز استمر ان انا احافظ على النتيجه، اقوم جاري على الناس اللي عندها خبره. نعم. انت رحت الناس دي ناس صغيره يعني نيمار حاتم سكر ونيمار. نعم. وحازم. طب انت ازاي دول هيعملوا ايه خبراتهم؟ نعم. يعني ده التوقيت كمان، ده الخطا يعني توقيت. نعم. انت لما تيجي تحاسب المدير الفني تحاسبه على حاجتين. نعم. على التشكيل والتغيير. هو دي قيمته. ايوه. ان هو يقدر يدير مباراه ازاي. هو ليه دور اساسي بجانب ان انت خرجت الناس اللي عندها خبره اللي كانت موجودين بحاله كويسه. انا عمر جابر كان النهارده من احسن الماتشات. نعم. شيكابالا هو قائد موجود في الملعب بيقدر يتحرك مع اللعيبه. نعم. سيف الجزيري مهمد الدفاع بتاع ده صحيح. صحيح. نعم. انت ريحتهم يعني. نعم. انت اللي اديته الشهاده وباركت له ان هو يصعد. يعني لو عمرو السيسي موجود في وسط الملعب او عمر جابر، الراجل باك ليفت مش هيمشي لوحده كده ويرفع براحته كده. نعم. نعم. لا يعني هو يعني الاداره. انا يعني احنا اللعيبه ممكن اقول اللعيبه النهارده كانت كويسه. الاداء. نعم. الروح المعنويات كانت كويسه في الملعب. نعم. لكن اللي بيدعم ده هو ان انت تحط افضل لعيبه موجوده عندك في التوقيت ده اللي نعم. انت محتاجه. كابتن فاروق، هذا الامر تكرر اكتر من مره يعني. تمام معاك تمام. يعني طب ايه الحل من وجهه نظر حضرتك؟ انا بص، مهما كانت قدرات المدرب. نعم. ما يقدرش يشغل اللي في دماغه من غير ما يكون عنده الادوات اللي تساعده. طيب ما الولاد كانوا كويسين يا كابتن زي الفل. كانوا كويسين. كروح، كمعنويات. نعم. كاراده ان انت عايز توصل ان ده في حق اللعيبه وفي حق النادي وفي حق الجماهير وفي حق البلد. نعم. ان انت تخرج من دوري من المجموعه بتاعتك. يا جماعه فيديو ناري مع شوبير، مكالمه ناريه من فاروق جعفر بيتكلم فيها بسبب تعادل الزمالك. اتمنى يا صحابي تعملوا لايكات وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس.